ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يشرفني جدا اشتراككم في القناة. أتمنى تدوسوا اشتراك في القناة، مش عشان الرقم يكبر، لا، عشان نكمل الرحلة دي سوا. الرحلة اللي بنحارب فيها الخمول والكسل والتسويف، وبنرجع لنفسنا الحياة اللي كنا فاكرين إنها راحت مننا. وخليني أقولك، اللي جاي يمكن يكون أبسط من اللي في بالك، بس أقوى بكتير من اللي كنت متوقعاه. تعرفي اللحظة اللي تصحي فيها الصبح وتبصي في السقف وتلاقي نفسك مش قادرة تقومي؟ مش عشان تعبانة، لأ، عشان دماغك مش عايزة تبدأ. زي كأنك حملتي العالم كله على كتافك، وكل المطلوب منك إنك تقومي وبرضه مش قادرة. الكسل مش دايما إنك مش عايزة. الكسل ساعات بيكون رسالة من جسمك أو من قلبك أو من عقلك إن في حاجة غلط. بس لو سبتي نفسك للكسل هياكلك، هيقعد على صدرك كده لحد ما يحول يومك لأسبوع، وأسبوع لشهر، وشهر لسنة من عمرك اتسرقوا ومرجعوش. في سر لازم تعرفيه: الكسل مش ضعف، لكن الاستسلام له هو الضعف الحقيقي. في ناس كتير فاكرة إن اللي بينجحوا هم الناس اللي دايما متحمسين، وده غلط. اللي بينجحوا هم الناس اللي بيقوموا حتى وهم مش قادرين. اللي بيقوم وهو كسلان ده أقوى من اللي بيقوم وهو متحمس، لأنه بيحارب نفسه وبيكسب. خليني أقولك حاجة يمكن أول مرة تسمعيها. الكسل بيبدأ من فكرة صغيرة وبيبقى جبل. الفكرة اللي بتقول هعملها بعدين، مش دلوقتي، لما أبقى فاضية، لما يجي المزاج. والكلام ده أكبر خدعة حياتك ممكن تقعي فيها. لو كل حاجة استنيتي فيها المزاج، مش هتعملي أي حاجة في حياتك. المزاج ده زي ضيف، تيجي لحظة وتمشي، لكن قرارك هو اللي بيحدد انت ماشية لفين. اسمعي مني، اعملي كل يوم خطوة صغيرة، حتى لو أصغر مما تتخيلي. قومي واشربي مية، بس قومي. رتبي السرير، خطوة صغيرة. اعملي 10 دقايق حاجة بتحبيها، مش لازم ساعة. الخطوات الصغيرة هي اللي بتكسر جبال الكسل. وخليني أقولك حاجة مهمة قوي. انت مش محتاجة تبقي سوبر وومن، مش محتاجة تبقي مثالية. انت بس محتاجة تبدأي. الناس اللي حياتها اتغيرت ما كانوش أقوياء، كانوا بس صادقين مع نفسهم. قالوا: أنا تعبان بس هكمل، أنا كسلانة بس هقوم، أنا مش قادرة بس هحاول. ومع كل محاولة جزء من الكسل بيقع، جزء من الخمول بيتكسر، وجزء من حياتك بيرجعلك من تاني. في كمان نقطة لازم تعرفيها: الكسل ساعات بيكون ستار وراه خوف. خوف من الفشل، خوف من النجاح، خوف من التغيير، خوف من المسؤولية. عشان كده عقلك يقولك بلاش نعمل حاجة. لكن الحقيقة، أول خطوة هتخوفك، تاني خطوة هتهزك، بس تالت خطوة هتفتح لك باب عمرك ما فكرتي تدخليه. فكري في نفسك، فكري في حلمك، ما ينفعش يضيعوا بسبب شوية كسل. انت تستاهلي حياة أحسن، والطريق ليها مش محتاج قوة خارقة. محتاج 10 دقايق أول يوم، و15 تاني يوم، وهكذا. سهل، بس محتاج قرار. ولو وصلتي لحد هنا، فده دليل واحد بس: إنك مستعدة تتغيري، مستعدة تحاربي الخمول وترجعي لحياتك تاني. فلو الكلام ده لمس قلبك، ادعمني بالاشتراك في القناة عشان نفضل نكبر مع بعض ونكمل الرحلة اللي هتغير حياتك يوم عن يوم. أشوفكم في الحلقة اللي جاية.